ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عامله كده طبقين مهلبيه. عملت قد ايه لبن؟ عملت 2 كيلو لبن. اما غلهم عملت النشا، 6 معالق نشا، والسكر اللي انت عاوزاه حسب ما انت عايزاه مسكر، عايزاه نص نص اللي انت عاوزاه. وحطيت بتاعتين فانيليا ودوبتهم بكوبايه ميه ساقعه. ولما اللبن غلى قمت حاطاه عليه. ساعة ما لفت معايا قمت مفرغه في الاطباق. وهنحط بقى مع بعض الوقت ايه الزبيب وجوز الهند. انا كنت مخليه احمد ابني مصور لي ركنه وجبتها يعني، بس من غير صوت. يعني انا ما هيش مصوره في الورشه، ما صورناش في الورشه، احنا صورناها عند صحابها يعني. فانا انزلها لكم مع الفيديو المهلبيه وشوفوها وقولوا لي ايه رايكم. هي الركنه جميله ما شاء الله يعني عليها، جميله. الاخرى انا ما حبيتش ان انا اصورها هنا عشان تظهر، يعني انا اللي قصده اللي انا اصورها في المكان بتاعها يعني، عشان تشوفوها في اوضتها بقى. يعني ايه الاوضه بقى مفروشه، قلت عشان تشوفوها تبقى في مكانها يعني. بسم الله ما شاء الله، والله يعني ركنه جميله. طبعا من ده شغل ابو محمد. قلت اوريها لكم في المكان بتاعها يعني، وتقولوا له ايه رايكم. ربنا يعين كل واحد ويعمل اللي عايزه تجدد، واللي عايزه تعمل لبنتها، واللي عايزه تعمل لابنها. يعني ما حبيتش اطول عليكم المهلبيه، قلت عشان تشوفوا الفيديو بتاع الركن. المهلبيه طبعا احنا كلنا عارفين هي بتتعمل ازاي. اسهل حاجه في الحلويات هي المهلبيه والرز بلبن والحاجات دي. تغلي اللبن وتدوبي نشا وسكر والفانيليا في كوبايه ميه ساقعه وتحطها عليه. يلا يا قلبي عشان ما اطولش عليكي، وتقولي لي رايك ايه في الركنه، واللي ما اشتركش يشترك، واللي لسه داخل وبيشوف قناتي يقول لي ايه رايه. يلا باي.